النهاردة هنعمل صينية الكرنبيط باللحمة المفرومة والبشاميل. يلا نشوف احنا هنعمل ايه. هنجيب الكرنبيطة عادي خالص ونبدأ نقطعها، نعملها وردات زي ما انت شايفة كده، التقطيعة العادية خالص. هجيب حلة واحط فيها مية سخنة او اول ما تغلي اقوم حاطة فيها كمون حصى وابدأ انزل بيهم بوردات الكرنبيط. يا دوبك 5 دقايق ارفعهم من على النار، وبعد كده احطهم تحت المية عشان ما يقعدوش يستووا مع بعض، يعني اهديهم شوية واسيبهم بقى على جنب. بالنسبة للعصاج، انا بجيب طاسة واسخنها كويس جدا وانزل ببصلة كبيرة على النص كيلو لحمة مفرومة. فيها دسم او ما فيهاش دسم، انا مش بحط اي نسبة دسم ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة. بدخل كده البصل مع اللحمة المفرومة وافضل اقلبهم من غير اي حاجة. هتقولي لي طب حتة سمنة او حتة زيت، يعني اي حاجة. بصوا، انا بالنسبة لي العصاج كده كده بيتحط مع حاجات تانية، يعني بيدخل بيكمل وجبة تانية، فالحاجات التانية بيبقى فيها دسم. فهنحاول نقلل نسبة الدسم اجمالا في الطبق اللي احنا هنعمله. ف وانا ما بحطش دسم خالص في العصاج، حتى لو اللحمه فيها ما فيهاش، لو اللحمه حمراء خالص برضو مش بحط دسم. انا بفضل اقلب بقى البصل مع اللحمه كده زي ما انت شايفه، يدخلوا مع بعض ني في ني. وبعد اول ما يتغير لونه ابدا بقى احط البهارات، ودي بقى اهم حاجه. اهم حاجه هي القرفه، ذره قرفه، بهارات اللي هي ال11 بهار ده خطير، فلفل اسود، جوز الطيب لو عندك، وبس. وفي الاخر لما تستوي احط الملح. كده خلصنا العصاج بتاعنا. بس النهاردة الوصفة أنا محتاجة صلصة ومحتاجة يكون فيها شوية مية، يعني الصلصة أخففها بشوية مية. عشان كده رحت حاطة معلقة صلصة وشوية مية، قلبتهم ولما غلوا سبتهم على جنب. جبت بقى الكرنبيط بتاعي، بدأت أقطعه كده حتت صغيرة. وبرضو اللي هينزل من السلق فيه بيبقى فيه فتافيت صغيرة، برضو أخدها وأحطها على العصاج بتاعي وأقلبهم وأسيبهم على جنب. هنيجي بقى للبشاميل. هنجيب معلقتين سمنة واحط عليهم معلقتين دقيق، هديهم تقليبة كده مع بعض لغاية لما يبدأ يغلي غلوة بسيطة واحس ان لون الدقيق اصفر شوية. هجيب بقى لبن ساقع، انا هنا جايبة لبن حليب بقشطته كده بقى عشان يدينا للبشاميل طعم، نعوض بقى اللي حصل في العصاج. وابدأ بقى انزل واحدة واحدة واقلب لغاية لما الدقيق بتاعي يدوب تماما. شايفة ازاي؟ برضو خلي بالك انا النهارده البشاميل هعمله خفيف، فهتلاقوني بزود السائل كتير شويه. لما اوصل تقريبا واتاكد ان الدقيق بتاعي داب تماما، هبدا بقى احط الاضافات بتاعتي اللي هي معلقه جبنه كريمي، ودي مش اساسيه بس هي بتزود طعم احلى، وبضايه او ممكن تحطي بيضتين. بس لو اول ما تحطي البيض ابداي اضربي كويس جدا عشان البيض ما يكلكعش. تمام. وبعد كده اقوم حاطه مرقه وفلفل اسود، طبعا يفضل فلفل ابيض بس انا مش دايما بيبقى متوفر عندي. بس كده ابدا ادوقه بقى، لو لقيته محتاج شويه ملح احط له ملح، واول ما ياخد غلوه خلاص كده ارفعه من على النار. لكن انا برضو زودت له شويه لبن تاني عشان انا زي ما قلت لكم انا عايزه البشاميل بتاعي يبقى خفيف جدا. هنا بقى خلاص رفعته من على النار. هجيب بقى الصينيه بتاعتي واقوم حاطه في قعره بشاميل، واخد خليط العصاج بالكرنبيط بتوعي وابدا احط عليهم بشاميل كتير، واجيب بقى جبنه موتزاريلا ارشها على الوش وعلى الفرن السخن على طول. طبعا انا فضل عندي حبه تانيين، هعمل ايه؟ هقوم جايبه صينيه، ودي دايما بحب اعملها الحكايه دي. هعمل نفس اللي عملناه في صينيه صغيره بس مش هحط عليها جبنه موتزاريلا، هسيبها لما تهدى خالص وبعد كده اقوم لفاها ومدخلاها الفريزر في اي يوم بقى تاني اطلعها تبقى جاهزه عندي. هنا بقى خلاص طلعت من الفرن، بصوا خطيره. طبعا انا مبسوطه جدا من التعليقات بتاعتكم لما نزلت الصوره، يعني بجد بسطتوني جدا يوميها. شايفين الصوص اللي طلع منها؟ وهو ده اللي مطلوب، لاني انا هعملها مع رز، يعني انا اكلتها مع رز، بس طبعا ممكن تتاكل من غير رز. ولو انت مش عايزه يبقى فيها صوص يبقى مش هتحطي ميه في العصاج من الاول، وهتخلي البشاميل تقيل مش خفيف، مش هيطلع معاكي الصوص اللي انت شفتيه في الصينيه ده. خطيره يا جماعه. اتمنى النهارده الوصفه تكون عجبتكم. كان معاكم جيهان الشناوي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.